السلام عليكم، مساكم الله بخير برضوني. هذا هو خل التفاح، هذا اللي حطه في المروش حق الحمام. نعبيه ذوان عاد نعبيه تقريبا النص او فوق النص، خلي الحمام يتروش له تقريبا نص ساعة. اذا اكتفى غسلنا الطشت وحطيناه هنا ويتروش الحمام من هنا بعد. هذا هو لونه، حتى ريحة خل تفاح به. هنزودها شوي. هذا طبعا اكيد احد يتساءل يقول طيب لو شربنا الحمام، يشربنا حمام ما عنده اي اخلاق، ما عنده اي مشكلة، بالعكس المنفعة فراح يضره. اما من ناحية خل التفاح بالماء عشان الترويش، لا تفتح ريش الحمام تحصل فيه دود اللي هو ياكل الريش او يمتص الدم بالجسم حق الحمام. هذا جربناه لنا مقطع سابق بالتيك توك، اللهم لك الحمد. مجرد ان حطينا اللهم صل على محمد، مجرد ان حطينا خل التفاح مع الماء تقريبا من ثاني يوم ما تحصل فيه شيء نهائي، خلاص يغسل على طول. سبحان الله. فعيد التجربة هذه متشمسة هذه. فأنت افحص حمامك قبل ما خل التفاح، حصلت به حط خل التفاح، خليه يتروش مرة ثاني مرة وفتل بالحمام، ما تحصل به شيء نهائي، شيء مجرب وممتاز. بعد خليه هنا بنص ساعة لما يستعمل وتجي تلقاه متروشات كلها مشيت الله. بعدها بعد ما نشوف المكتفيات بالترويش نروح للحظيرة الثانية ونسوي نفس الطريقة اللي سوينا بالحظيرة الأولى. قبل ما نعطيه العلاقة، قبل كل شيء تروح تشوفها حلال كامل، تشيك عليه فيها أمراض لا سمح الله، في شيء يعطيك العافية، وتحترس بعد انه ما يكبلها. المهم تشيك على حاجة، تشوف فيها أمراض، في شيء لا سمح الله، ما في شيء، الأمور الطيبة اللهم لك. المهم كنسلوا سالفتي. زبط الموضوع انك شيك على حلالك لا سمح الله، وحدة تعدمك قطيع كامل، فالتشيك افضل لك وخير لك. والبعض منكم بعد يقول انا اخذت بيض من دجاج له همان احمر وديكه حمر او ديكه بيض، جنة الالوان متشكلة. شوف اللون هذا وشوف اللون هذا كله من سلالة واحدة. هذه بعد اللون بعد مختلف، عندك اللون هذا الداكن، وعندك اللون هذا الفاتح، وعندك هذا الابيض مع احمر، وعندك هذا كذلك. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسال الله لي ولكم البركه يا رب. اوريكم التهجين ان شاء الله نمسكه، بس شوي دقائق خلينا نمسك التهجين والكل. هذا التهجين، هذا له همان على فيه. يكثر خيرك عمي ضمدل. نعم طازج اقسم بالله، الريح تنحى فاقعة. ما شاء الله. هلا بالشيخ، يلا حية، اقولك يلا حية. شكرا الله مبارك. اقولك يلا حية، الله حية. ما قلت شلونك، قلت يلا حية، يلا حية. شكرا الله.
إذا قلت شلونك إيش تقول؟ لا لو أقول لك شلونك إيش تقول؟ بخير. طيب يلا حية. يلا حية. أيوة الله يحييك والله الله يبزيك. تعال خليني قهويك تعال نزل لا ترفع ذوب ارجس. يلا حية. يلا حي سعد. أقولك يلا يا أحمد سلام يلا حيك الله يبزيك. ايه يلا حي سعد. زارتنا البركة. بركة شيخ بركة. لا تمسخنا عندك كاميرا لا تمسخنا اشربها حتى لنا حامل. يلا تقاهم. السلام عليكم مساكم الله بالخير برمضان. البعض منكم ياخذ اراسكو بياض وياخذ اراسكو سيصان فيختلف بينهم. اذا كان اخذ ناعم سيصان واخذ اراسكو بياض ما في اختلاف يعرفه انه مجروش. بس المشكلة اذا اخذت محبب والبياض محبب. اول شيء ايش تعرفه فيه؟ البياض طبعا البياض البروتين الخام 17 هذا البياض ورقته زرقاء فاتحة. اما الصيصان الناعم هذا هو يجيك بروتينه 20 ونص ورقته بيضة. اما الاختلاف وين الاختلاف لو جاك الحين لو جاك اخذت راسكو بياض واخذت راسكو صيصان من عمر يوم من عمر شهر ما في اختلاف هذا ناعم وهذا خشن. بس اذا اخذت من عمر شهر وطالع محبب اللي هو الخشن واخذت بياض خشن تختلف بينهم. اذا كان ما فيه اوراق يعني كمثلا جاك ورق ما هو اوراقه ما به ورق ولا تدري وش هو ولا لا. شوف الفرق هذا البياض شوف حبته سبيره شوف الحبة سبيرة هذا البياض شوف الحبات. أما الصيصان حباته صغيرة بالمرة يعني واضح. يعني إذا أخذت البياض الحين وأخذت هذا شوف الفرق بين هنا وهنا. هذا حباته كبيرة واضحة وهذا حباته صغيرة. شوف الحين شوف الحبات حبات كبيرة. البياض حبات كبيرة زي ما هو موضح عندكم. شوفوا البياض حبات كبيرة الصيصان حبات صغار. يعني بعضكم يمكن ياخذ له كيسين ياخذ له بياض وياخذ له راسكو صيصان ناعم تقدر تفرقه انه يكون ناعم الصيصان. اما اذا اخذت من هذا طبعا من عمر يوم الى عمر شهر هذا الناعم الصيصان. اما من عمر شهر وطالع يكون الخشن اللي هو هذا هو. ففي بعضهم يمكن ياخذ له بياض وياخذ له صيصان يختلف بينهم يقول هن كلهم نفس الكيس بس تختلف الورقة. اذا اخذت خشن وخشن تختلف ورقة. هذه ورقة الصيصان الخشن وهذه ورقة الدجاج البياض. طيب الصيصان ايش تعرفون؟ عندي علفين كلهن من انتاج اراسكو وكلهن حقات صيصان. طبعا هذا الناعم من عمر شهر الشام طلع على الدجاج. طبعا من عمر يوم الى عمر شهر هذا هو اراسكو صيصان ناعم. طبعا خلصنا الشهر نعطيهن اراسكو صيصان خشن من شهر وطالع درجة اولى. وش فوائده والله العلي العظيم ومن تجربة. خذ لك دجاج صيصان اعزلهن هنا خذ لك صيصان حطهن هنا صيصان عطهن اراسكو وصيصان لا تعطيهن اراسكو عطهن علف اللي انت تحب على كيفك. شوف بعد 3 شهور قارن هذول حقت الاراسكو قارنهم بالعلف الثاني. لو اجي واقول لك هذول عمرهم 3 شهور وهذول عمرهم 3 شهور تقول من 7 مستحيلات. اقول لك ليه؟ تقول لا هذولك عمرهم شهر ونص وهذا عمرهم 3 شهور فعلا ويمكن 4 شهور. السنة راسكو يبني لك عظمه يبني لك جسم وصحة من بعد الله عز وجل ودرجة أولى وغني عن التعريف. ما يحتاج اني اسولف عنه ولا يحتاج اني اعلمكم فيه. اكيد اغلب الناس واكثر الناس تعرفه الاراسكو حق الصيصان.
بالنسبة لي أنا من عمر يوم من عمر شهر أستخدم هذا الناعم، بعد عمر شهر أستخدم الخشن. طيب قبل دخوله الشهر ب3 أيام آخذ من هذا شوي كمثلا بالنسب اللي تعطيه الحلال، بالنسب أخلطه مع بعض زي كذا، خلطه مع بعض قبل ما يتم الشهر ب3 أيام 4 أيام، خلطه مع بعض أقدمه زي كذا بحيث أنه يتعود عليه، تعود عليه خلاص قدمت له هذا على طول. وبعد تقريبا 5 شهور قارن دجاجك بهذا وقارن دجاجك الثاني اللي هو الصيصان بالعلف اللي تعطيه الأول. شوف المقارنة، والله ما في مقارنة نهائي، صحة وجبر وعظم ما شاء الله تبارك الرحمن، والله العلي العظيم مهما ما تكلمت مهما ما سولفت عنه والله اني قرمله مو في له حقه هسه على راسكم. بالنسبة لي والله ما اقدم غير اراسكو ناعم واراسكو خشن، هذا بعمر يوم الى عمر شهر، وهذا من عمر شهر لين حتى التبييض او قبل التبييض بشهر تبي تغير عاد العلف عاد انت وصلت عاد مرحلتك ووصلت الحاجات اللي انت بيها من حجم الصوص ومن جبره ومن صحته ومن كل شيء. فإذا يتعدى يعني تقريبا 5 شهور تبي تغير على راحتك، تعطيه بروتين 14 بروتين 18 على راحتك. بس بالنسبة لي أنا أعطيه لين 4 شهور 5 شهور ولا أبالي به نهائي ولا غيره نهائي، اللي هو أراسكو ناعم مثل ما قلنا والخشن ما شاء الله تبارك الله، صحة وعظم وجبر ويعطيك ما شاء الله تبارك الله. أنا عندي بعض الاستفسارات كاتبهن كلهن هنا، أكثر الناس اللي استفسر عنها أكتبها هنا عشان أتكلم عنها اليوم، ومشيت الله راح أتكلم عنها كاملة. أنا عندي بعض الاستفسارات كاتبهن كلهن هنا، أكثر الناس اللي استفسر عنها أكتبها هنا عشان أتكلم عنها اليوم، ومشيت الله راح أتكلم عنها كاملة. وبعدين أطبق لكم بعد المقطع هذا أطبق لكم كل شيء، كيف زرعته وكيف هذا وكيف هذا، مشيت الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، تقدر تعتمد على الأزلة كعلف أساسي للدجاج. بعض الأحيان يعني صبح عصر بالأسبوع تقريبا مرتين 3 مرات نعتمد عليه. بس أنت كمثلا تعلف كمثلا باليوم 10 كيلو، أنت توفر تقريبا باليوم 5 كيلو، هذا أول شيء. الشيء الثاني يقول توفر علف 70%، إذا كانت توفر علف 70% أنا أبغى منها 50%، ما أبغى غيرها شيء. من ناحية البروتينات يقول بروتينها من 25 إلى 45، إذا أعطتني 25 ما أبغى غير هالشيء، بروتين خير وبركة. من ناحية إنتاج الحليب للماعز يقولون 20%، فما أدري هي تنفعكم ما تنفعكم الله أعلم. وش الفائدة من هذه؟ والله أنا ما عندي خبرة. فائدتها كثير، سريع النمو سريع النمو الشيء الأول. الشيء الثاني بروتينه من 25 إلى 45% أو 40%. الشيء الثالث تقدر توفر لك 70% من العلف. أنا أبغى 50%، ما أبغى 70%. 50% خير بركة. إذا كنت تعلف يوميا صبح وعصر 10 كيلو، حاليا أعلف 5 كيلو، فهذا أوفر لك وأحسن وأخير. شوف اللهم لك الحمد، لها تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع، لا والله أسبوعين، توني جاينا من المدينة، لها أسبوعين ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعنا حوضين 3، وهذه يمكن التعليفة الثالثة أو الرابعة ما شاء الله تبارك الرحمن. لها تقريبا أسبوعين وأنا بيعجلة حاطه، طلعت هنا. ولا أوريكم إياها مشيئة الله بعد تقريبا 3 أسابيع مشيئة الله راح أوريكم إياها وهي متكاثفة ومخليها على راحتها، ما أبغى أشيل منها شيء. طيب هل هو يحتاج حوض ماء فقط؟ يحتاج حوض ماء منك وسماد بقري معالج حراريا، يبغى منك الشيئين هذا بس فقط لا غير. هذا هو السماد، سماد بقري معالج حراريا، سعره 12 ريال مدري 10 ريالات، كمية وازة. سويت منه حوضين 3 وباقي منه تقريبا ربع ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني على ما أعتقد أنه كيس يكفي لك تقريبا 6 حوض ما شاء الله تبارك الرحمن. البعض منكم يقول أنا ما أبغى أغطيها، أبغى أخليها كذا عاشعة الشمس. إذا خليتها عاشعة الشمس المباشرة تحترق على طول عندك وتموت زي ما تشوف. هذه عينة حطيناها برا بالشمس وشوف الصار عليها، على طول ماتت وعلى طول يبست. فلازم الشاش هذا لازم 70 أو 80%، 70% مناسب، 60% مناسب. لازم تغطيها مهما ما كان. تحتاج حاجة منك، بالصيف تحتاج الشاش، بس تحتاج نفس الكيس المحمي هذا تغطيه كامل على وجه، هذه تغطيها وتسكر عليها تصير امورها تمام.
فنفس اللي وريتكم اليابس هذه إذا ما غطيتها بس شتاء تموت، وإذا ما غطيتها بس صيف تموت، فبتحتاج حاجتين بس مثل ما قلت لكم. هذا رفعناها عشان أبدأ ننقل من هذا لهذا، وأنا عاد أتكلم لكم بشكل عام. بسم الله. أكيد ما حد سأل الأزلة من وين جايبينها ومن وين طلعت. هذا لأول مرة تم العثور عليها في آسيا وجنوب وشرق أفريقيا وأمريكا الجنوبية. الأزلة هذه عاد بعد ما عثروا عليها قاموا يجيبون بعض الشباب السعوديين قاموا يجيبون ينتشرونها عندنا وانتشرت زي ما تشوفون. هذا أول شيء للأزلة. طيب الحين نبغى نتكلم كيف ضبط حوض الأزلة، بعدها نتكلم كيف نقل الأزلة للحوض الجديد، أو كيف بعد ما نجيبها من برا كيف نحطها بالحوض، راح نتكلم عنها كامل. الحوض طبعا بلكتين، ارتفاع بلكة الوحدة 20 سنتي، 20 40 سنتي. طبعا الماء مستوى الماء يكون مغطي البلكة اللي تحت، أهم شيء يكون مغطيها زي ما تشوفون، مغطيها تغطية كاملة. وإن زدت عليها 30 سنتي ما فيها أي مشكلة، لو زدتها لهنا ما فيها أي مشكلة عادي. طبعا الماء بالصيف تقريبا كل شهر أو شهر ونص تعبيه، وهو عملية تبخر من الشمس، كل ما جتها شمس عالية بالحين تبخر عبيته. أنا الحين تقريبا الله العليم 3 أسابيع ما عبيته، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو يحتاج حوض الأزلة. أساس المزارع سماد بقري معالج حراريا 100%، هذا اللي تحتاج. الحين أوريكم كيف إضافته بالحوض. طبعا المقطع هذا كامل راح أتكلم عن صفات كاملة، أنا كاتب عندي كل استفساراتكم راح أتكلم عنها كامل، بس الحين نبغى نزرع مكان الأزلة، بعدها عاد نتكلم هل هي تحتاج حرورة وش العازل اللي عليها، راح أتكلم عنها كامل. بس خلينا نزرع الحين وراح أتكلم عن الصفات كاملة اللي استفسرتوا عنها. هذا الشيء من الصفات نحط زي ما تشوفون، هنا 1 2 هنا 5، وقبل حاطين تقريبا 5 يعني 10 هذا 11 12. الحين أوريكم الطريقة كاملة بشكل الله. بعد ما تم تقليبها الحين لو تلاحظون في شواية فوق، شوي بعد نشيلها الحين بالمشغالة كاملة بشكل الله. بعدين عاد نوريكم كيف طريقة النقل، وراح نتكلمكم عن كل الفصائل راح نتكلمكم عنها كاملة مشيئة الله. هذا الحين بعد ما حطينا السماد نخلي الماء بعد ما يركد عشان نحط الأزلة. الحين الماء عنده هيجان لو تشوفون هنا عشان قلبناه، نخليه لما يهدأ ويركد بعدين عاد ننقل الأزلة مشيئة الله. طبعا نقدر نشغلها بهذا ونقدر نشغلها بهذا، كلنا عندنا باور. من اللي أفضل شو تدقيق. شوف كذا، هذا الشوايب لازم يشيلها. شوف هو بها أزلة. طيب أنا يا أبو عبد الله جبتها من واحد بجركن. كيف طريقة زراعتها؟ تمسكها زي ما هي زي كذا، تحطها بالماء بس تحرك كذا بس دايركت، العروق تنزل تحت زي ما تلاحظ دايركت. هذه طريقة إذا جريت شريتها من أحد بس كذا، بس حركها بس كذا بس دايركت، سبحان الله ينزل عروقها تحت. شوف بس خلاص كذا عروقها نازلات تحت. الطريقة اللي بعدها لو تعبيها ماء وديها أزلة بس نزلها تحت، نزلها زي كذا، هي دايركت تطلع سبحان الله جاهزة. شفتوا زي ما لاحظتوا الحين؟ بس إذا عبت الأزلة داخل نزلها بالماء تحت هي تنزل. شوف الحين هذه داخل بيها أزلة، شوف الحين لو عبيه ماء انثرها هنا شوفوا دايركت، شوف يطلع فوق والعرق يصير تحت. اما الطريقة الثانية نقل من مكان لمكان احنا نوريكم اياها. الطريقة الثانية شوف زي كذا، زي ما اخذتها زي ما تنزلها كذا بس، هذه زي ما اخذتها نزلها بس. الله الحين عاد بسم الله، اسأل الله لي ولكم البركة يا رب. بعد نوزع حنا بعد شوي. شوف ناخذ من الحوض اللي احنا زرعناه قبل اسبوع ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نخلصها ونوريكم اياها اخر شيء مشيئة الله. ما شاء الله تمام زراعته كامل، اللهم لك الحمد. وهذا
على وضعه ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا على وضعه، هذا ما خلنا نمشي نهائي، خلنا بس هذا نبغى نعرف الدجاج، نبغى ناخذ منه نعبي هذه مشيئة الله. طبعا نص يكفينا، هذا اللي اخذنا منها ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين لو تلاحظون في فتحات سود، بعد 3 أيام اصوركم اياها ما فيه ولا فتحه. وهنا لو تلاحظون في فتحات سود، بعد 3 أيام كذلك ما تشوف ولا فتحه ما شاء الله تبارك الرحمن. فنبغى نتكلم عاد عن الشمس واضرارها، ونتكلم عن فوائد العزلة كلها كاملة مشيئة الله. طبعا العزلة نبات سرسخي يعيش فوق مستنقعات الماء، يستانس عليها أكثر شيء البط. قدمناه أول شيء للدجاج دوبه ياكل، ثاني يوم والله العلي يعظم عليها إقبال واجد. فتحتاج منك العزلة تحريك كل أسبوع زي كذا كل أسبوع تحرك الحوض برجليك. حركت وخلصت كل شهرين، إذا كنت تحرك كل أسبوع كل شهرين اضف سماد بالدلايه وصب هنا صب هنا صب هنا صب هنا صب هنا، خلاص بس هذا اللي تحتاج منك العزلة. تحريك كل اسبوع وكل شهرين سماد بس. مثل ما قلنا العزلة اكيد ما حد تساءل من وين جبتوها، من وين طلعت، من وين جابت. العزلة تم عثور عليها لاول مره في اسيا وجنوب شرق افريقيا وامريكا الجنوبيه. هذه العزلة تعيش بمستنقعات الماء. السؤال اللي بعده يقول كم تتحمل ملوحة؟ عندي الماء 3000 ملوحة. أنا أتوقع أن 3000 أنها ما راح تنجح، هي كل ما قلت عن 1500 كل ما أعطتك إنتاج أكثر وأكثر. من ناحية الزراعة مشيئة الله راح أطبق كلها كامل بالمقطع اللي بعدها مشيئة الله، بس أرد على استفساراتكم وأطبق العمل هذا كامل مشيئة الله. طيب كم ياخذ الماء وتزيد عليه؟ إذا كان بالصيف تقريبا كل 20 يوم 25 يوم تزيده. أنا عندي هناك، حنا ما جانا الصيف لحد الآن، عندي هناك لها تقريبا فوق 3 أسابيع وعلى وضعها ما نقصت نهائي. أما باشتداد الحر أتوقع كل 20 يوم أو كل 23 يوم. أما بشتى لا والله، بشتى تقعد لك أقل حاجة 2 3 شهور 4 شهور وأنت ما عبيتها أصلا بشتى. أما بالصيف لا، كل 20 يوم 23 25 يوم. أيوة أنا الشاش الأخضر تروح محل الزراعة تجيبه، أهم حاجة يكون 70 من 60 إلى 80%. إذا أخذت 80% ترى يعطيك 70%، هو مناسب زي ما تشوفون. هذا هو إن شاء الله بس تتضح عندكم. هذا هو، شفت الخيوط حقاته، هذا هو 80%. ومن ناحية الاستفسارات يقول العزلة هتجي بضار ولا؟ العزلة ما تجي بضار نهائي، تعيش على مستنقعات، فالناس قامت تجيب منها مثل ما ذكرنا من آسيا ومن جنوب شرق أفريقيا وأمريكا الجنوبية. الناس قامت تجيب وانتشرت عاد بالسعودية. والله بالنسبة هنا اللي يقول كيف تقدم الدجاج، هل يتم تجفيفها أو تعطى كما هو؟ والله نعطيه كما هو، وعليه إقبال لا يوصف من ناحية الدجاج. أول البط أول غناء زي ما تشوفون نعطيه على طول، عليه إقبال بالحيل. والله درجة الحرارة عندنا منطقتنا تقريبا 35 37 أحيانا 40، بس احنا حاطين الشاش هذا وبعد شوي راح نزرع على حد البلك هذا. إذا حطيتها بالحوض كم يوم تجني منه؟ كل تقريبا أسبوع كل متر مربع تأخذ منه 2 كيلو إلى 1.5 كيلو إلى 2 كيلو كل أسبوع كل متر مربع. فأنت احسب كم عندك المساحة عندك 6 ب3، احسبها كم تطلع عندك كيلو بالأسبوع. ونص الدلاية هذه، نص الدلاية عينكم كم تكفي حظيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. مو بس كم تكلف في حظيرة، شوف الكمية ينزلها الحظيرة بعد. هذه أول حظيرة الله يبارك، شوف الإقبال ما شاء الله تبارك الرحمن. وراح أصوركم إياه بعد شوي إذا خلص، تراه كافي هذا وزيادة. الحظيرة الثانية شوي 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 شوي. هنا موجود على فن، شوف ما حط هنا نزل لسه ما شاء الله تبارك الرحمن. ذوان هذا نص دلاية، ذوان 3 حظاير، 3 حظاير خلصنا منها. هذا الحظيرة الرابعة ما شاء الله، هذا الحظيرة الخامسة ما شاء الله تبارك الله. كلها نبغى نشوف نص الدلاية كم تكفي حظيرة. شوف الروم هو مرة يشوف، هو مرة هحطه. بكرة مشيئة الله قدم له وياكل كله على طول بكرة. الحين قام يتعرف عليه على خفيف. هذا حال الدجاج أول ما أعطيته كان حالته هلا،
يتعرف عليها. ثاني يوم على طول قبال على طول ياكل. هذا الرومية قامت تاكل منه، الروميتين قام ياكل منه. هذه تاكل تنثر بارض وهذه تاكل البارض. شوف الحين قبالان تعرف عليه دوان ياكل ما شاء الله. شوي 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 لما يلفه كله، بكره خلاص يكون متعرف عليه جاهز. اول ما قدمه على طول ياكله. تعال 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 ما شاء الله تبارك الله. هذا الشام والياباني ما شاء الله، الله يعطيها بركة هذاك. جاي 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تكفون تذكروا الدلاية هذه، تشوفونها تذكروها. شوف ايش الكمية اللي بيها، بدوركم اياها بعد اسبوعين او 3 اسابيع. ابغى اخليها لين ما تقفل اوريكم اياها.